هل أنت ظالم؟ هل أنت ما بتحبش تدي كل واحد الحق اللي هو يستاهله؟ مساء الخير. فرق معايا حاجة من خلال فلوتي لما قريت عن الهيكل عمله سليمان. لما بنرجع لأصل الحكاية، اللي طلب الهيكل ما كانش سليمان، اللي طلب الهيكل كان داوود. مع ذلك اللي خد المجد والكرامة كلها هو سليمان، وهو اللي افتتح الهيكل. الموضوع ده شغلني كتير ومكنتش فاهم. يعني ربنا اللي كان على قلبه هو داوود، ليه تدي المجد والكرامة لسليمان؟ هل أنت ظالم؟ هل أنت ما بتحبش تدي كل واحد الحق اللي هو يستاهله؟ لكن الله ما سابنيش في الحيرة دي كتير، ورد عليا في رسالة كورنثوس الأولى، في المشكلة بتاعت كنيسة كورنثوس لما كان بولس بيقول: أنا غرست وأبولس سقى ولكن الله ينمي. فهنا وصل لي فكرة إن الحصاد مش بالضرورة يكون للي زرع. كتير ممكن أنت تزرع وفي غيرك يحصد. ممكن تكون خادم، خدت مع شخص أو خدت مع نفس خط كبير جدا، وما تكونش أنت السبب في تغييره، لكن يجي حد بمجرد كلمة بسيطة أو ممكن ترنيمة أو ممكن عظة، ممكن حاجة تلمسه في الوقت ده، يكون الحصاد عند حد تاني. لكن اللي طمني وفرق معايا جدا إن الله ليس بظالم، الله عادل. وهو عارف مشتهى قلبك، وعارف أنت عملت إيه عشان خاطر الأمر اللي أنت كنت شغال عليه. فالله يديك مقابل تعبك، حتى لو أنت ما كنتش خدت الحصاد، والحصاد ده كان لحد تاني، لكن تعبك عمره ما هيروح على الفاضي. وده كان أكبر دليل إن الله، بالرغم إن المجد كله راح لسليمان والكرامة كلها راحت لسليمان، لكن الله فضل هو رب داوود. المسيح يأتي من نسل داوود، وداوود خد كرامة رهيبة جدا على مدار الكتاب كله. وسليمان اتربط بحتة الهيكل بس، لكن داوود خد كرامة مفيش بعدها كرامة. ولقيته هو دلوقتي في الكرامة والمجد في الملكوت مع الله. فاللي فرق معايا وطمني وحابب إن هو يفرق معاك إن الله مش ظالم، وإن تعبك هتاخد مكافئته، هتاخدها حتى لو ما شفتش الحصاد بتاع تعبك على الأرض، فأنت كده كده هتشوفه حتى وأنت في السماء.